يقول ما قولكم في من يستدل على جواز الانتخابات بأن هناك من أجازها للضرورة ونحن الآن في ضرورة؟ من الذي جعلك في ضرورة؟ أي ضرورة؟ ما في ضرورة ولا شيء، ما في ضرورة ولا شيء، وإنما هذه الانتخابات تضر دينك، تضر دينك وتجعلك تتنازل عن ثوابتك، ولهذا فكل من دخلها أصيب بهذا الداء وبهذا الجرب، وهو جرب الديمقراطية، وتلون لسانه وتحول منهجه، والواقع يشهد بذلك، والواقع يشهد بذلك. إنما الضرر يكون في دينك لو تعرض دينك لضرر، إنما دينك ما تعرض، أنت بهذه الانتخابات تعرض دينك للضرر. أما إذا أردت وسلكت مسلك الأنبياء في تربية الأمة ووثقت بنصرة الله عز وجل لهذه الأمة، وأن الأمة لا يفرش كربها ولا يزال همها ولا يولى عليها الصالح إلا بصلاحها والاستقامة على شريعة الرب سبحانه وتعالى، وثبت على ذلك حينئذ بإذن الله إذا تيقنت من هذا ابتعدت عن كل سبيل من سبل المشركين ومن سبل الغربيين، فإنه لا يأتي هذا بخير قط. اعلم هذه قاعدة، أتحداك أن تأتي الديمقراطية بخير يوما ما، وأن تأتي البرلمانات بخير يوما ما، فلا داعي أن تذهب جهد الأمة وأن تبدد طاقات الأمة. اجمع الأمة على الاستقامة. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، هذا أمر من الله عز وجل. قل آمنت بالله ثم استقم. إنما أتحداك أن تأتي الديمقراطية بخير، ما تأتي إلا بشر، وأول من يجني هذا الشر أنت يا من دخلت إلى الديمقراطية ودخلت إلى البرلمانية. يقول لك ماذا نصنع؟ الواقع الآن نختار أخف الواقع، نحن نتعامل بالواقع، نحن نتعامل بالشر. الواقع ليكن ما كان، ليكن ما يكون، لسنا مسؤولين عن هذا الواقع، إنما مسؤول عن فساد الواقع من أفسده ومن دخل فيه ومن شارك. أما نحن فنستقيم على أمر الله، زي ما قلنا الله خلق الفأرة وأمر بقتله، فالله أمرنا بالاستقامة، وعلى الله إصلاح الناس، وعلى الله عز وجل إصلاح الحال. أنا أفعل ما أمر، ولكن ليس في يدي هداية أحد، وليس في يدي أن أتيك بحبة أرز، بحبة ما أملك هذا، إنما الذي يأتيك به الله سبحانه وتعالى. نعم. الستة من أصحاب الشورى مش كان في منهم الانتخاب عشان يختاروا سيدنا؟ هذا كلام باطل، هذا يشوشون به على الناس، هذا كلام باطل. أي انتخابات؟ ما في انتخابات. كان سيدنا علي وسيدنا أي انتخابات؟ إيه الانتخابات هي ما الانتخابات عشان نقول إيه هي الانتخابات، عشان نقول الانتخابات. أي انتخابات؟ في انتخابات 6؟ في انتخابات 6؟ ما في انتخابات 6. هذه 1. 2 الستة من هم الستة؟ الستة مبشرون بالجنة، واخد بالك، ليس لا الفاسق ولا النصراني ولا المرأة ولا كذا. هذا قياس بعيد. دي 1. الأمر الثاني إنه الستة تنازل 3 عن 3، و1 تنازل من 3، بقي 2. قال أنا أختار أحد الاثنين. أين الانتخابات التي حصلت؟ أين صناديق الاقتراع؟ 3 تنازلوا ب3، بقي 3، بقي 2. الواحد هو الذي اختار ولا الأمة هي التي اختارت؟ الواحد فقط هو الذي اختار. عثمان ما اختاره إلا رجل واحد والأمة لم تعترض عليه. لكن هذا كلام يلبسون به على الناس، هذا قياس مع الفارق. هات لنا 6 و3 تنزلوا ل3، هذا كلام فاضي. الانتخابات اسمها حكم الشعب بالشعب، ولهذا من أحرج الأسئلة التي توجه إلى هؤلاء حينما يقال لهم، يعني أحد رجالات حزب النور الكبار، عارفين طبعا الرأس الكبير، انتم الرأس الكبير بيسألوه بيقولوا طيب لو الصناديق أتت ب عمرو موسى أو أتت بأحمد شفيق ماذا تقولون؟ قال خلاص نختاره
ونقول نقبل هذا ونقول احنا قصرنا في الدعوة، نقبل هذا. تقبل ازاي؟ انت تقبل ازاي وانت مكفر مثله بالامس، وكنت تقول هذا كعابد الوثن، كيف تكفر؟ واخر سئل نصرانيا قال لا طبعا الاسلام ما فيه راس نصراني. قال طيب ماذا لو اتت به الصناديق؟ خلاص الصناديق هو المحكم الذي لا ينبغي مخالفته، انما جميع النصوص متشابهه ترد الى المحكم وهو الصندوق. اول ما يقول لك الصندوق، ولهذا معركه الصناديق كانت معركه حاسمه قسم بها ظهر الدعاة في يعني مبكرا، لما قالوا غزوه الصناديق والبلد كلها تكلم عن غزوه الصناديق، حدش يمس الصناديق بالذات، اياك والصندوق رضي الله عنه. فلما قال طيب فإذا أتت به الصناديق قال خلاص إذا بالصناديق خلاص، ما يقدرش يقول إيه ولو أتت به الصناديق، لأن لو قال ولو أتت معناه أنك متمرد على الديمقراطية. فما المحكم؟ الديمقراطية، وما المتشابه؟ الشريعة. هذا الذي يريدون منا أن نضع أقدامنا على طريقهم. لا والله ولو متنا، لا والله ولو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل زوجاتنا لما سلكنا هذا المسلك قط أبدا. هذا مسلك أعوذ بالله ونحن نعلم 100% والله ثم والله ثم والله لن تأتي الديمقراطية بخير. وكل دول مين؟ نادي مين؟ نعم